دكتور انا عندي تنميل في الثلاث صوابع ورقبتي على طول فيها وجع والتنميل مستمر. قلنا قبل كده ان التنميل معناه التهاب في العصب. طيب العصب ده زي سلك الكهرباء اللي طالع من الرقبة نازل في الدراع وبيغذي صوابع الايد. طيب محتاجين بقى نمشي ورا العصب ده في كل المحطات بتاعته او ورا السلك ده في كل المحطات بتاعته ونشوف هو مضغوط عليه فين. هل المشكلة في الرقبة؟ يعني هل في انزلاق غضروفي في الرقبه ضاغط على العصب بتاع الايد، ولا اللي موجود في الرقبه ده شويه شد في العضلات وما ما يعملش تنميل ولا حاجه؟ طب ننزل على الكوع. العصب بيعدي في الكوع من هنا حاجه اسمها كيوبيتال تانل، وبينضغط عليه هنا في احيانا كتير، خصوصا الناس اللي بتقعد تشتغل اعمال مكتبيه على الكمبيوتر وبتسند كوعها على المكتب لفترات طويله. هل هو مزنوق في الحته دي؟ تالت مكان يتخنق فيه وده الاشهر ان هو يتخنق في عند مفصل الريست من هنا حاجه اسمها الكاربال تانل، ويعمل خنقه في العصب بتاع الايد. الثلاث محطات دول لازم نفحصهم ونشوف هي الخنقه الاكتر فين. طيب بنأكد التشخيص ازاي؟ عن طريق اشعه، سواء اشعه رنين على الرقبه او رسم عصب على الايد. بعد ما بنشخص بنحدد الدرجة بقى، هي في انهي درجة. طب والدرجة دي محتاجة عملية ولا محتاجة علاج ولا محتاجة تمارين ولا محتاجة علاج طبيعي، على حسب الفحص الطبي. يبقى خلاصة القول التنميل ده له اسباب كتيرة وليه درجات كتيرة، نفرق بينهم اولا بالفحص الطبي، وزي ما قلنا كتير ده اللي على اساسه بنبني خطة العلاج بتاعتنا وهنمشي ازاي في حل المشكلة. ايه البشرة اللي اقولها لك؟ ان اغلب حالات التهاب العصب بترتاح بالعلاج، ترتاح بالعلاج الطبيعي، بالعلاج التحفظي بشكل عام، يعني من غير عمليات. النسبة الأبسط بس هي اللي تعوز العملية، وحتى العمليات بتاعتها سواء تسليك العصب هنا أو تسليك العصب في الكوع أو حتى الغضروف بتاع الرقبة، هي بالنسبة لنا عمليات بسيطة مش مقلقة وما بتخوفش، والتعافي منها بيكون سريع وتحس إنك أحسن كتير بعد العملية. بس افتكري إن الأغلب أنت مش محتاجة عمليات ولا حاجة. وفي الختام افتكروا دايما إن الأمل موجود، وسلام عليكم.